تعالوا نشوف الجمال دوت اتعمل ازاي. حبة كبد وقوانص بقى جامدة 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 بجد، الطعم رهيب وتحفة. تمام. عملناها مع مكرونة بصلصة جميلة جميلة جميلة، الطعم خرافة. تعالوا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. النهاردة هنعمل صينية كبد وقوانص، تمام، بطريقة سهلة وبسيطة لكل بنت تعرف تعملها. هنحط بصلتين كبار كده، معاهم معلقة زبدة كبيرة وشوية زيت صغيرين. تمام. هنشوح البصلتين كده في الزبدة وشوية الزيت لحد ما يتبلوا، وهننزل عليهم بالقوانص. تمام. وبعد كده نحط الكبدة عشان الكبد ما بتاخدش سوا كتير. طبعا احنا غاسلين القوانص والكبدة ومنضفينها كويس ونقعينها في مية ومعلقة سكر ومعلقة جنزبيل وليمونة معصورة. تمام. وبعد كده بنسيبها ساعة ونغسلها تاني شطفة حلوة كده عشان ريحة الزفارة ما تبقاش فيها. تمام. هنحمر البصل وبعدين هننزل عليه بالقوانص. هننزل بالقوانص الأول. تمام. مغسولة ونضيفة ومتصفية كويس. هننزل بيها نشوحها شوية مع البصل ونسيبها تستوي شوية في عرقها كده، وبعد كده ننزل بالكبدة. تمام. هننزل عليهم برشة فلفل اسود على حبهان، دي خلطة كده حلوة. حبهان على فلفل اسود على ورق لوري على جبيبة صيني على جوز الطيب، كله مطحون على بعض. تمام. ننزل عليهم برشة ونقلب كله مع بعضه كده. خلاص هنركن القوانص على جنب وهننزل بالكبدة. برضو هنشوحها وبعد كده نحط عليها بقى ثوم ونحط لها فلفل. هنوسع كده في النص. تمام. وهنزل بمعلقة ثوم مهروس. وهنقلبها كده نحمرها ونقلب كله مع بعضه. الثوم بيديها نكهة حلوة وطعم جميل، وهتاكلي احلى صينية كبد وقوانص جميلة تحفة. تمام كده قلبنا كله في بعضه. هنزل بالملح، معلقة ملح، وانا اوريدي حاطة فلفل اسود والتوابل بتاعتها. تمام. بس كده. وبعدين ننزل بشوية فلفل رومي مقطعين جوليان. نقلب كله ونسيبها بقى على نار هادية تستوي كده في عرقها كده بس، وهي هتتشرب منها في قلب بعضيها كده. هتاكلي حبة كبد وقوانص في منتهى الجمال. ممكن تعملي جنبهم مكرونة
ممكن تعملي جنبهم شوية بطاطس محمرة وتاكلوا كده، وشوية سلطة وتتاكل كده، بجد جميلة ومفيدة للأطفال ومغذية جدا.